مشاهدين الأفاضل، مباشرة من قلب العاصمة الإسماعيلية مكناس مع مراسل الجريدة الرسمية مولاي هاشم مكناس، قناة طاكسي تيفي. يا صحراء فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. مرادنا نسمي كمل بالمسيرة الخضراء، مرادنا نسمي كمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. مسيرة أمة وشعب، ولاد وبناته، شعرها سلم وحب والغادي سعادته. مسيرة أمة وشاب، ولاد وبناته، شعرها سلم وحب والغادي سعادته. مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة، فيها أمن وسلام، تاريخ مجد الوطن، لا حرب لا سلاح معجزات زمان. فيها أمن وسلام، تاريخ مجد الوطن، بلا حرب لا سلاح معجزات الزمان. يا صحراء فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. اليوم اللي حنا كنحتفلوا به بذكرى عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء في هذه الساحة وقدام هذا المعهد، هذا اليوم اللي ندعو كل من يمر من هنا، طفلا أو شابا، امرأة أو رجلا، شيخا أو مسؤولا، أن يضع بصمته الحمراء على هذه الخريطة رمزا للحب والوفاء والانتماء. بصمة بعد بصمة ستتحول المساحة البيضاء إلى أحمر قانم ليكتمل علمنا الوطني في لوحة حية من صنع شعبه. هذه ليست مجرد خريطة، إنها وعد جماعي بالوحدة واعتراف بأن المغرب واحد لا يتجزأ. من طنجة إلى القويرة ومن قلب إلى القلب، كل بصمة هي رسالة تقول أنا مغربي، وهذه أرضي، وهذا علمي، واليوم قار الحق، والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. وندخل إلى القاعة لنحتفل جميعا مع أبنائنا وأطفالنا بهذه المناسبة التي لحد العالم يكون معنا صحرا في ماربنا، ولكن في الطابو مالكنا
عليها وصانا. الله عليك يا بلادي نفديك بدمي ولادي، صوت الحسن ينادي أرضي وأرض جدادي. والله عليك يا بلادي نفديك بدمي ولادي، صوت الحسن ينادي أرضي وأرض جدادي. الله عليك يا وطن، الله 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 الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. غزلاني علاتن، رئيسة جمعية الإبداع والتواصل الثقافي بمدينة مكناس، احتفالا بعيد الاستقلال المجيد والذكرى المسيرة الخضراء، واحتفالا أيضا بالإنجازات اللي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واحتفالا أيضا باسترجاع أراضينا الصحراوية. الجمعية قررت أنها تحتفل بحال باقي المواطنين المغاربة بهذا النشاط وبهذه المناسبتين السعيدتين، من أجل تخليد هذه الذكرى بطريقة خاصة، بما أن المغاربة وأجدادنا فداو هذه الأرض هذه بدمائهم وخلوا فيها أرواحهم. حنا والجيل اللي من مورانا والجيل اللي تابعنا كنحاولوا أن نقولوا بأن الجذور ديال هذا الشعب المغربي رغم الاختلافات، رغم كل شيء، كنبقاو يد وحده، شجره وحده، مسقيين من ماء واحد، وكيجري في عرقنا دم واحد، وهذا الدم هذا فيه الله، الوطن، الملك. لهذا كنحاولوا أن نبصموا ونخليوا البصمه ديالنا على ارضنا. وبما ان احنا ما شاركنا لا في استقلال ولا في مسيره، غنحاولوا نحطوا واحد البصمه في الرايه ديالنا، على الخريطه ديالنا، بصمه باللون الاحمر اللي كتعني الدم ديال المواطن على ود ارض المواطن، على ارض المغاربه، على ارضنا وعلى خريطتنا. وهذا الاحتفال كيتميز بالخريطه اللي غتكون ان شاء الله افتتاح للحفل بوضع البصمات ديال الشعب والساكنه والمسؤولين، وانتقالا الى داخل القاعه من اجل تجسيد الاحتفاليه بطريقه مختلفه، مع اطفال، مع شباب، ومع ناس كبار ايضا. والله يخلي لنا بلادنا، والله يخلي لنا ملكنا، والله يخلي لنا شعبنا، والله يحفظنا ويحفظ ارضنا. وشكرا لطاكسي تيفي على الحضور ديالها وعلى المواكبه ديالها. كنت كنتمنى حضور المسؤولين في هذا النشاط باش يعطيونا انطلاقه. السيد القائد تواصل معايا وقال لي انه جاي، وانا كنثق فيه بانه غيجي، ولكن كنت كنتمنى مسؤولين كثر ويحضروا معنا باش يجسدوا معنا هذه النقطه ويخلدوها معنا. نتمنى المانع خير. السلام عليكم، معكم مصطفى كمال، كاتب العام ديال جمعيه الابداع والتواصل والثقافه. حنا الان الحمد لله مقدمين واحد المناسبه اللي هي مناسبه ديال الاستقلال والمسيره الخضراء، وتتعرف بانه هذا النشاط هذا نشاط كبير وغني، والحمد لله حنا موجدينه وفرحانين به بطبيعه الحال. بغينا ندوزو ان شاء الله يكون في احسن ما يكون. كتعرف دابا على المستوى المغرب انه هذا الاحتفال تيبقى ديما خالد ويبقى خالد بطبيعه الحال، نظرا الحمد لله اللي نرجع اولا استرجاع الصحراء ديالنا اللي هي 50 عام. فنتمنى ان شاء الله بانه المغرب ان شاء الله يمشي في هذا الازدهار. وشكرا.